داوود محمد فرحان معروف أكتر باسم الساحر التايب، ولما تاب قرر إن هو يفضح كل السحرة والدجالين ويعرف الناس حقيقتهم إيه. يلا بينا نعرف إيه الحكاية. داوود محمد فرحان اتولد في اليمن وهو بينتمي لعيلة تتوارث السحر أبا عن جد. ده غير إن المكان اللي اتولد فيه معروف أكتر بكثرة السحرة والدجالين، أو المعروفين أكتر بالمعالجين الروحانيين. داوود وهو لسه طفل صغير كانت بتجيله حالة غريبة من الصريخ والصرع، وما كانش حد عارف هو ماله، لحد ما في يوم والده جه من الخلوة ووالدته حكت له عن اللي بيحصل لداوود. ساعتها عرف ان الجن والشياطين اختاروا داوود ان هو يكمل مسيرة ابوه، ومحمد فرحان بالفعل وهب داوود للجن والشياطين. ومن ساعة ما وهب داوود للجن والشياطين وهو ما حصلوش حاجة من ساعتها، لحد ما وصل سن 11 سنة محمد فرحان ابوه اتوفى. كبر شوية داوود لحد سن 14، وكان دايما بيحب الاماكن المنعزلة. وفي الأماكن المنعزلة دي داوود كان بيشوف حاجات غريبة جدا، كان بيشوف بنات جميلة جدا، بس هو كان عارف ومتأكد إن هما من الجن والشياطين. لحد هنا كان داوود تعامله مع الجن بسيط جدا، لحد ما في يوم وهو راجع من الخلوة بتاعته لقى حمار مربوط في شجرة جنب بيت مهجور، وافتكر ساعتها إن في حد بيعمل نفس اللي هو بيعمله في البيت المهجور دوت، وقرر ان هو يخدعه وياخد الحمار بتاعه. بالفعل اخد الحمار، وهو في نص السكة الحمار وقف ومش عايز يمشي، راح مطلع العصاية بتاعته وضرب الحمار ضربتين على رقبته. في الضربة التالتة الحمار راح لافف رقبته وبصله وراح قايل له انت مفكرني حمار. ومن هنا الحمار اختفى من تحت منه، وقع داوود على الارض وجاله زي شبه فقدان للذاكرة، ويدوب روح البيت وما بقاش عارف من ساعتها هو بيعمل ايه. ومن ساعتها داوود كان بيعمل حاجات غريبة قوي، ان هو كان بيخرج بالليل ياكل القذرات وياكل حاجات ميتة، وكان بيجي عليه وقت ان هو بيتعارك مع الكلاب على اللحوم الميتة. امه عرفت بدوت وكلمت الجيران اللي هم اصلا كانوا سحرة والقرايب، وقالوا لها ان هي يفضل ان هي تكتفه بجنازير في البيت. بس كانت والدته كل فترة بتفكه، وكان بيعمل نفس الحكاية، ان هو يخرج بالليل ويفضل ياكل لحم الحاجات الميتة والقذرات. وبعد فترة في يوم بالليل داوود الجنازير اتفكت من عليه، راح من بيته على محافظة يفرس في ضريح ابن علوان، وقعد هناك 15 يوم في المسجد ما اتحركش منهم. وهناك قابل شيخ من أكبر الشيوخ في المسجد، وقعد معاه واتكلم معاه وحكى له عن اللي بيحصل له، وقال له إن اللي فيك دوت دي كرامات أبوك عليك، انت ترجع على البيت. وقال له على مكان الكتب بتاعت أبوه اللي أمه كانت مخبياها ودفناها ساعتها، كانت كتب السحر مع الخاتم بتاع أبوه والسبحة، ودول كانوا حاجات أساسيين مع أي ساحر. والكتب دي كانت زي كتاب شمس المعارف والجفر، وقال له إن شرط أساسي إن لازم يلتزم بكل حاجة موجودة في الكتب. وبالفعل داوود راح وكلم أمه على الكتب دي، وعرفت إن هو دخل في سكة الجن وأخد الكتب. وبالفعل كانت أول قرارات الكتب الموجودة في كتاب شمس المعارف هو ياخد مصحفين ويقعد في خلوة في مكان بعيد، وكان أول شروط إن هو يقسم مصحف نصين ويلبسه في رجله لمدة 40 يوم وما يقلعوش، والمصحف التاني إن هو يقطعه ورق ويفرشه في المكان اللي هو قاعد فيه والعياذ بالله ويمارس عليه الرذيلة، هو ما يستحماش ويفضل على جنابه. بس داوود كان عايز إن هو يبقى حاجة كبيرة، ظهر له جن لابس ابيض واتكلم معاه ساعتها، وداوود اتكلم مع الراجل دوت وقال له ان هو عايز يبقى معاه قوة وخدمة كتير. وبالفعل الراجل اختفى مرة واحدة. بعد كده داوود اكتشف ان بقى معاه قوة وخدمة كتير، وبالفعل داوود قعد الخلوة بتاعته ونزل من الخلوة وبدأ ان هو يعالج الناس. بس كان شرط ان قال ان يبقى طول الوقت السبحة في ايده وملابس الخاتم، والخاتم ده كان فيه حجر من الاحجار النادرة جدا، وبشرط ان السبحة تبقى في ايده ويدهنها بافخر انواع العود عشان يبقى قدام الناس ان هو من الصالحين. وبدأ داوود في دوت فعلا ونزل وبدأ ان هو يعالج الناس. كان شرط ان هو قبل ما يبدأ معالجة الناس ان هو يصلي قدامهم ركعتين، بس كان والعياذ بالله بيصليهم لغير الله، كان بيصليهم للشيطان. وكان لما داوود بيبدأ أي جلسة روحانيات كان الناس بتتفاجئ إن هو بيقول لهم معلومات عن كل حاجة في حياتهم، وده ما كانش منه، لا ده كان الجن هو اللي بيجيب له المعلومات دي، عشان الجن بيتعامل مع قرين الشخص دوت. وكان ساعتها الناس بتصدق إن هو راجل صاحب كرامات. كان ساعتها بيقرأ بعض الآيات مع الطلاسم وأسماء الجن، كده المريض ما بيبقاش مركز هو بيقول ايه. كان كمان من ضمن الشروط ان هو لو ماشي في الشارع وسمع الاذان قدام الناس لازم ان هو يدخل يصلي، بس من غير وضوء. الناس كان كانت تسأله مش هتتوضى كان يقول لهم انا متوضى. بالفعل بيدخل ويصلي بس لغير الله،
وكشف كمان داود ان السحرة بيطلبوا حاجات من المريض، زي ان هم يذبحوا حاجة معينة او ان هم يجيبوا ذبيحة بلون معين بشعر معين، حاجات زي كده. بس كان كل دوت هو كان بيبقى عايز ان المريض يشرك بالله، لان كل ده بيتذبح قربان للجن. لحد ما في يوم وهو في جلسة مع مريض كان في البيت عندهم، حس بتعب شديد وبأرق، وطلب من صحاب البيت ان هو ينام شوية، وصحاب البيت ما تأخروش عليه، وبالفعل دخل ونام. وهنا كانت بداية توبة داود. حلم ساعتها بحلم غريب جدا ما كانش عارف تفسيره ايه، وقام من عليه على صوت صريخ صح البيت. وكان الحلم ان هو مات ومر بكل مراحل الغسل والتكفين، وكان عمال يقول للناس عايز يعرفهم ان هو ما ماتش، انا حي، بس ما كانش حد سمعه ولا كان قادر يتكلم. كأن الناس ان هم بيقولوا يلا ادفنوه وريحونا منه. وبعد ما دفنوه وهو في القبر لقى ناس بتقول له صلي، وهو في مكان ضلمة ومش شايف، ويقول لهم اصلي فين؟ شاوروا له على مكان، بيبص لقى المكان ده لو وقع فيه مش هيعرف يطلع منه ابدا. وجابوا له، قال لهم طب هصلي ازاي؟ جابوا له حاجه زي اناء كده يتوضى منه، الميه دي لو حط ايده فيها هتسيحه. ومره واحده لقى ايد كبيره طالعه من القبر ومسكته، رفعته فوق وراحت هباه في الارض، وقام على سرير. هنا الجن كان قايل له كل دوت عشان انت بت في مكان غير الخلوه بتاعتك، بس هو كان من كتر الأرق راح نام تاني، وحلم حلم تاني. وكان الحلم ان شاف ابوه في نفس المكان وشكله غريب جدا، بس كان في نفس المكان اللي هو فيه بالظبط. وابوه كان بيكلمه من الحفرة دي وبيقول له ابعد يا داود عن اللي انت فيه وصلي. فعلا ابوه عاد له الكلام تاني، ابعد يا داود عن اللي انت فيه وتوب لربنا وصلي. وصحى من الحلم ساعتها وقرر في لحظتها ان هو يتوب. والشياطين ساعتها سحبت كل القوة اللي كانت معاه والخدمة اللي كانت معاه، حتى القوة الجسمانية سحبوها منه، لدرجة ان هو كان عايز يوم يتوضى بس ما كانش قادر، بس فضل يقاوم. قام ودخل الحمام ودخل وتوضى لأول مرة وضوء صحيح، ووقف على سجادة الصلاة وصلى. جن ساعتها صومه، يا إما يرجع عن اللي هو فيه ده ويفضل معاهم، يا إما هيموت له عياله ومراته. فضل مصر وقرر التوبة لله عز وجل. وبالفعل بعد فترة من الوقت وهو قاعد هو ومراته وعياله، الجن راح مموت له ابنه الكبير، وكان سنه ساعتها 9 سنين. ومرة واحدة لقى ابنه وشه اتنفخ ومات في ساعتها. هو ساعتها ما استحملش الموقف ودخل المستشفى، وهو في المستشفى ابنه التاني مات، وبرضه ما كانش مستحمل الموقف، بس ما شافش ابنه التاني. وبعد فترة كانت مراته حامل، الجن ساعتها موت له مراته بنفس الطريقة، وشها مرة واحدة اتنفخ جامد وماتت في لحظتها. وهو مستسلمش ليهم تاني وفضل على طريق التوبة لله عز وجل. توبة داود كانت أكبر درس لكل السحرة والدجالين ساعتها. وبكده خلصنا في الحلقة دي قصة الساحر داود التايب. انتظروا في الحلقة الجاية في برنامج ايه الحكاية.